الحيوانات لما بتغضب بتتحول 360 درجة وما بتشوفش قدامها وبتهجم على البشر، زي البقرة اللي هرست البنت دي تحتها، ولا الكلب ده اللي جاب من الآخر. أنا إبراهيم عودة، ما تنساش اللايك اللذيذ، صلى على النبي وخش على الفيديو. قولولي مين عنده صاحبة مفترية زي دي، ركزوا كده. لما تخش مع صاحبك اللي مربي كلب وتفكر ان الكلب بقى صاحبك خلاص والكلب مش طايقك اساسا. الفيل بالنسبة لي هو ملك الغابة الحقيقي علشان قوته رهيبة. شايفين بيشيل العربية ازاي؟ رد فعل البقرة هنا طبيعي جدا علشان بتحمي صغيرها. عايزين تلمسوا خرطومي المسوا براحتكم، بس بلاش تصوير. بلاش تصوير، ما انا قلت بلاش تصوير. تخيل نفسك لو في الموقف المرعب ده. العامل ده ردة فعله سريعة جدا. طور هايج في عنبر 7، العجل ماشي واخد في وشه وبيشوط اي حد قدامه. خدتوا بالكم من الراجل اللي لابس ازرق عمال يتنطط على الحيطة علشان يطلع ومش عارف؟ ابوس ايديكوا طلعوني من هنا باي طريقة. بجد العجل ده زنق الراجل ده زنقة كان هيخلص عليه. الحمد لله من كتر الزق طلع بره الحديد ده، لو فضل جوه العجل ده كان عمل منه كفتة. اما بقى بالنسبة للعجل ده فواخد الحزام الاسود في الكاراتيه، هو اداله شلوت خفيف كده في الاول علشان ينبهه، لكن الجزار ده ما حطش في دماغه وكمل، راح فقعه شلوت قال له انزل بقى من العربية علشان انت خنقتني. المشكلة ان الجزار ده برضه ما استسلمش ورجع خد الشلوت التاني. لا ده انت مصمم تتضرب بقى. هو ده بقى الصاحب الندل، سلم صحابه تسليم اهالي. تخيل نفسك مكانهم، تبقى قاعد مستني دورك في الحلاقة وتلاقي طور هايج داخل عليك. منظرهم وهم طالعين جري فطسني من الضحك. اوبا، شكل كده في طار بايت بينهم وبين بعض. طبعا البنت دي اكيد هيحصل لها حاجة مرعبة دلوقتي. هي بتسلم الاوردر عادي واصحاب البيت بيفتحوا الباب واكيد في وحش دلوقتي هيطلع من الباب. ايه ده؟ وحش ايه ده؟ ارنب يا بنتي بيجري وراكي. الفيل البلطجي ده في تايلاند وعامل مشاكل كتير هناك، وخصوصا مع سواقين العربيات. شكل صاحب العربية ده ما ادهوش اكل فعشان كده قعد له على العربية. يا نهار ابيض، ده دشدش له العربية. ما كنت دفعت وعديت زي اخواتك، كنت هتخسر ايه يعني؟ اديك هتصلح العربية بفلوس كتير جدا. حوت الاوريكا من اذكى الحيوانات. هو بس كان بيتأكد اللي قدامه ده بني آدم ولا فقمة، ولما عرف انه بني آدم سابه ومشي، بس الشخص ده اترعب جدا. الكائنات في القطب الشمالي خلقها ضيق جدا. الحيوانات معترضة على وجود البشر في المكان ده علشان كده عمال يهاجم فيهم. الوزة كانت واقفة زهقانة فحبت تعمل شوية حركات كونج فو مع ضابط الشرطة المسكين ده. يا نهار ابيض، الوزة مرمطته. انا من رأيي اجري وانفد بعمرك. الشخص ده بيحاول يدور الموتوسيكل بتاعه لكن مش عايز يدور، عمال يحاول معاه وبرضه مفيش فايدة. لما خبط عليه لقى في فار جوه الموتوسيكل، بعد كده طلع يهاجم الناس اللي واقفة. البنوتة دي صعبت عليا جدا، والحيوانات دايما ردود افعالها غير متوقعة. يا الله، البنت اتهرست في السياج، وبصراحة أول مرة أشوف سياج ضعيف للدرجة دي، والحمد لله إنها طلعت من السياج بالسلامة. الحيوانات لما بتخاف بتكون ردود أفعالها غير متوقعة. فاكرة العجل اللي شال الجزار وطلع يجري؟ يعني كان لازم تتكلمي يعني على الموقف المنيل بتاع السنة اللي فاتت؟ أهي الجاموسة جرجرت الراجل على الأرض وقالت يا فكيك. يا لهوي يا لهوي، يا نهار اسود يا نهار اسود. ايه اللي حصل؟ عشان قلنا واحد بس على العجل ما ينفعش. العجل ده شكله بيجري بقاله كتير وميت من العطش، علشان اول ما شاف العصارة دخل بوشه فيها على طول. روح طالع. هنا قرد الغوريلا يعمل اللي هو عايزه. الهدوء في الوقت ده هو التصرف الصح، علشان لو اتصرفت بطريقة تانية مش عارفين رد فعل القرد هيبقى ازاي. وهنا الطائر ده شكله كان معترض على كلام المرشح ده فحب يسكته،
أكنه بيقول له اسكت بقى ما تصدعناش. وهنا برضو نفس الطائر بيهاجم البنت المسكينة دي. الطائر ده شكله بلطجي ولا ايه؟ شوفوا اللقطة اللي جاية دي، البنت يا عيني من الرعب قطعت الخلف. يا لهوي على الرعب، حتة طائر ملوش لازمة يعمل فيه كده كله. تخيل بقالهم ساعة بيتفقوا مين فيهم يخش على العجل، وأول واحد فيهم دخل طلع بيجري والعجل بيجري وراه. المشكلة إن في ناس كتير بتبقى واقفة، لكن أول ما بيشوفوا العجل بيجري كله بيجري وبيقول يا فكيك. طبعا دول الله يعينهم هيقعدوا طول النهار يجروا وراه في الشوارع. أنا فكرت في الأول إن الشباب دول عاملين ماراثون جري، رياضة بقى وكده، لكن طلعوا بيجروا ورا الخروف الهربان ده، ويا ريتهم في حد فيهم عرف يمسكه. الجاموسة دي محددة هدفها وعارفة هي بتعمل ايه بالظبط. شكلها كان في طار بايت بينها وبين الجزارين اللي واقفين ورا العربية. الجاموسة وربنا ما انا سايباكوا وهكسركوا النهاردة. يا عيني في واحد فيهم بس اديته غرزة كده طار في الجو، والله انت اتكتب لكم عمر جديد. الجاموسة كانت هتمرمط بكرامتكم الارض. باين من مناظرهم ان مفيش حد فيهم عنده الجرأة يخش عليه. العجل ده شكله جامد جدا بصراحة، منظرهم وهم بيجروا يهلك من الضحك. خدوا بالكم في الاول ان العجل لف كده واداله انذار كده ان هو لو قرب منه هيديله شلوت، لكن الناس دي شكلها ما بتاخدش بالها ولا ايه؟ راح العجل فقعه شلوت اللي هو ارجع مكانك وما تتحركش. شكل السرير ده بتاع الخروف علشان بيضرب الراجل ده بغل، اللي هو قوم من على سريري، انت ايه اللي منومك هنا؟ لا كده بقى الخروف ده مش شخصانها معاه قوي، ده مش سايبه في حاله وحالف ان هو ياكله علقه النهارده. يا لهوي، الواد ده بغبائه كان هيخلص على صاحبه، خبطه واحده بخف الجمل كفيله تقتله. الحصان هنا شكل مزاجه مش رايق، الحصان بيديله انذار ابعد عني احسن لك. اهو ارتحت كده، ما قلت لك ابعد عني من بدري. دي اخرة الغلاسة والتنمر. قوم بقى من هنا، انت قرفني من الصبح. يا لهوي ده لسعته ولا الكرباج. ونخش هنا على اخواتنا في الخليج. العجل ده شرس جدا وخلقه في مناخيره، هو بس رفع العصاية اللي معاه لفوق. يا نهار ابيض، ده دبابة دخلت في العربية. هو ده فعلا الطور الهايج اللي بيشوف اي حد قدامه عايز ينطحه ويطيره في الجو. الشخص ده اللي شايل بنته ربنا انقذهم في اللحظة الاخيرة. بصراحة انا مش قادر اتخيل اللي كان هيحصل لهم. الحمد لله انه في الاخر بعد عن المكان. رجله مربوطة بس دماغه شغالة، او نطحهم وشقلبهم على الارض علشان ترتاح. أنا عارف إن البغبغانات لطيفة جدا وآخرها تقلد البشر، لكن تهجم على البشر بالمنظر ده لا، كده الموضوع كبير. الحيتان عمرها ما بتهاجم البشر، وأكيد الحوت ده كان بينط بالصدفة لقى القارب ده جنبه. عايز أقول لكم إن الطائر ده اسمه الكاكاباو، والطائر ده مهدد بالانقراض. مش هقدر أفسر لكم أكتر من كده. الطائر ده مش لاقي زوجة في المكان ولقى المصور ده في وشه. بصراحة لاعبين الجولف دول هم اللي غلطانين، هم اللي جايين في منطقته ويلعبوا فيها. الغزالة دي عملت معاهم الواجب وطردتهم. بسم الله ما شاء الله، ايه العدد الكبير ده؟ عقبال ما اشوف الاشتراكات عندي بالكمية الرهيبة دي. ما تنساش بقى تحط لايك وانت معدي. انا ما كنتش متخيل ان التمساح بالسرعة الرهيبة دي وبالمهارة دي بيقدر يفاجئ فريسته بسرعة رهيبة. سبحان الخالق. تخيل نفسك تبقى ماشي في الغابة وتلاقي طائر شبه الليفة المحروقة بيهاجمك. الطائر ده اسمه طائر الطهيوج، بلطجي زي ما انت شايف، بيهاجم اي حد بيلاقيه في وشه. كابتن، على ما اظن ان في كوبرا وراك. الشخص ده شكله كده كان بيختبر صبر الدب، ما يعرفش ان الكائن ده لما بيجوع ما يعرفش ابوه. انتوا واخدين بالكوا ضوافره عاملة ازاي؟
يا ستار يا رب، الحمد لله انه مش موجود عندنا. الشخص ده كان واخد حذره واحتياطاته من العجل اللي قدامه، لكن يا عيني الضربة جت من ظهره. هو ده اللي هيربطه على الطلاق، هو ده اللي هيربطه. انا من هيبة دخلته كنت فاكر فعلا هو اللي هيمسكه، لكن طلع الراجل ده بيخاف من خياله. اسمعوا كلام الراجل ده والنبي، الراجل ده عارف كل حاجه. يا ريتكم ما سمعتوا كلامه. العجل ده اتجن زيادة وضربت في دماغه انه ينط من العربية. يا عيني اللي صعب عليا في الليلة دي كلها سواق العربية اللي لابس الجلابية. العجل المجنون ده طير مراية العربية بدماغه، ودي يا عيني بقرة هربانة مش عارفة نفسها رايحة فين وجاية منين، بس أهم حاجة إنها نفدت بعمرها. الله عليك، بس السلام النفسي اللي عندها وين؟ أنا مش عارف الشخص ده جات له الفكرة المجنونة دي منين. كان بيحاول يقنع السواق إنه يركب العجل ده معاه في العربية. أنا عايزك تقنعني إزاي؟ اللقطة دي رهيبة جدا بصراحة. أنا مش قادر أتخيل الخضة اللي أخدوها الناس دي. يا لهوي، أكيد قطعوا الخلف. العجل ده قطع الحبل وهرب من صحابه، وكل ما يشوف حد ماشي في الشارع يجري عليه وينطحه. العجل ده شغال نطح في الناس، حتى العربيات بينطحها، ومحدش فيهم عنده الجرأة إنه يخش عليه. العجل حط الشخص ده هدف في دماغه وقال هنطحه، يعني هنطحه. كويس ان الناس دي اتدخلت في اخر لحظة. العجل ده ساب الدنيا كلها ودخل جوه الصيدلية دي. شايفين صاحب الصيدلية مستخبي في الأوضة ومرعوب جدا. معلش بقى حظك كده. وده عجل تاني مجنون دخل على الناس وهي بتصلي، خلى كل واحد فيهم يجري في اتجاه. الله يكون في عون الناس اللي بتجري وراه، دول نفسهم اتقطع. معلش بقى يا رجالة، اهو حرقتوا شوية دهون. السيدة دي حزينة جدا علشان كلبها كان مطيع وفجأة بقى عدواني بطريقة غريبة، بيهاجمها بطريقة غريبة وممكن يعضها، وده ما كانش بيحصل قبل كده. لكن للأسف كل ده بسبب التوبيخ الزيادة عن اللزوم، فعلشان كده الكلب ده بقى متمرد جدا، فكان لازم ينضم لبرنامج تدريبي منظم علشان يرجع مطيع من تاني. فرس النهر ده هيعلمك درس عمرك ما هتنساه. لو انت في سفاري اوعى تنزل من عربيتك. الواحد في نهر زي ده ممكن يتخيل تمساح يهاجمه ولا حتى تعبان، لكن حيوان زي ده اللي ما تفهمش هو فيل بزلومته الطويلة دي، سبحان الله شكله غريب جدا. الخروف شكله مش طايق الشخص اللي راكب عجلة وعمال ينطح فيه ومش سايبه في حاله. يا ربي ده بهدله قوي، مفيش فايدة، هجيبك يعني هجيبك. حيتان الأوريكا ما بترحمش حتى اللي من عيلتها، زي الدلافين عند الصيد ما يعرفوش حد. الحيوانات بتصاحب بعض عادي، لكن الكنجر ده والجدي ما قدروش يصاحبوا بعض بالرغم من قرون الجدي الرهيبة، لكن الكنجر بصراحة هو اللي انتصر في الآخر. مجموعة من راكبين الكياك ماشيين في المية عادي، لاحظوا إن في دب متوحش بيجري ناحية صاحبهم، فضلوا يزعقوا بصوت عالي علشان ينبهوه لغاية ما قدر يبعد عنه. بصراحة موقف مرعب جدا. فرس النهر والتمساح ما بيطقوش بعض، والتمساح بيخاف من فرس النهر جدا. أما الفيل بقى الحيوانات كلها بتعمل له حساب. أيوة اجري في وشك، الجري نص الجدعنة. يا ترى الشخص ده عمل ايه في الجمل علشان يعمل معاه كده ويكسر له مراية العربية؟ خدوا بالكم ذاكرة الجمل قوية جدا وعمره ما بينسى أي حد أذاه. المرشد ده شكله كده اتزنق لما شاف وحيد القرن وطلع يجري فوق الشجرة. اصحابه بيحاولوا يساعدوه علشان يبعدوا الام دي وصغيرها عنه، اصل ده وحيد القرن مش لعبة، خبطة واحدة بس منه ممكن يفلق الشجر نصين، بس الحمد لله اختارت انها تبعد احسن. الجزارين المساكين دول يا عيني العجل ده مرمطهم حرفيا، كل اللي بيخش عليه بيسحلوا على الاسفلت. عارفين يا رجالة لو دخلتوا عليه دخلة رجل واحد كان مسكتوه من بدري، لكن كل شوية العجل يزنق واحد فيكو ويمرمطه على الاسفلت.
المشكلة هنا إن العجل ده كان بيحاول يهرب بأي طريقة، ومحدش فيهم حاول يربطه من قدام أو يمسكه بأي حاجة. وبرغم الناس الكتيرة اللي واقفة مفيش فايدة برضه، والعجل جري. ودلوقتي هتبدأ مسابقة الجري ورا العجل. العجل خد في وشه وقال: اللي يحصلني كسرني. العجل ده طايح في الناس ونازل فيهم نطح، ومش همه أي حد. اللي بيشوفه قدامه بيركبوا الملاهي على طول. المنظر ده كابوس لأي حد بيضحي العيد. تخيل كل الناس بتعيد وبتاكل لحمة وهو عمال يجري ورا الضحية بتاعته لغاية ما يتقطع نفسه. الشخص ده بيحاول يعمل فيها كاوبوي، لكن الحركة بتاعته فشلت وخدها فلسعة. ودي محاولة فاشلة في انهم يمسكوا العجل ده. كتر خيرهم برضه، هم خايفين نطحة واحدة من الدماغ الكبيرة دي هتطيره في الجو. فعلا الفضول ممكن يخلص على صاحبه. افتكر اني قلتلك بلاش. تخيل نفسك تبقى رايح تغسل هدومك، تلاقي دب بالضخامة دي في المغسلة. شكله كده كان عايز يغسل الفرو بتاعه. ده عايز له على الأقل 2 كيلو اريال علشان الفرو ده كله ينضف. يا لهو على الخضة اللي هتحصل للبنت دلوقتي. ركز كده معايا وتخيل حجم القطيع ده. ده أكبر قطيع غزلان أنا شفته في حياتي، ما شاء الله بجد. لو كنت بطل هتقدر تعدهم. واكتبوا لي بقى في الكومنتات لما تلاقي خلية نحل في أرضية بيتك وتطلب متخصص علشان يشيلها، فتلاقي ربنا باعت لك الشخص المناسب علشان يساعدك. الدب كسر الأرضية، بيموت في العسل. أنا قلت في الأول إيه اللي بيجري في المية ده، صواريخ ولا إيه؟ لكن طلع خروف البحر. بس إيه السرعة دي؟ أنا فكرته صاروخ في المية. لا 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 لا، ما تخافوش، ده بس استعراض للقوة. يا عيني الناس اترعبت. يا لهوي على الموقف ده. شلة صحاب قاعدين في الجنينة بيعيدوا ولقوا الطور الهايج ده داخل عليهم. يا نهار أبيض، الخروف ده ولا أجدع لاعب كورة، عمال يمرقص في الشخص ده لغاية ما قطع نفسه. لا 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 لا، الخروف ده لعيب. موتوسيكلات وناس بتجري على رجليها، وكل الناس دي علشان يمسكوا الخروف القرد ده. بس على مين؟ لقطوه في الآخر. الشخص ده كان مفكر نفسه إنه هيقدر يمسك العجل الصغير ده. يا لهوي، ده شقلبه على وشه. العجل ده ما طلعش سهل خالص، والعجل ده فلت منهم ودخل وسط المحلات. ومش أي محل، ده محل هدوم. شكله كده كان عايز يجيب لبس العيد. قال له ما تسيبوه يعيد بقى يا جماعة. في تايلاند الفيلة هناك بتاخد من السياح أكل بالعافية، يعني بلطجة من الآخر. والشخص صاحب العربية شكله كده ما ادهاش أكل، فعشان كده بتكسر له العربية. الكلاب بالنسبة لأصحابها فرد من العيلة بالظبط. الشخص ده لما شاف الثعلب بيهجم على كلبه بدون تردد راح على طول علشان يدافع عنه، والثعلب هجم عليه. الشخص ده مسك الثعلب من ديله زي الأرنب ورماه في الزبالة، أكنه بيقول له ده مكانك المناسب. أنا مش فاهم إيه اللي يخلي كلاب البيتبول دول يهاجموا السيدة دي وهي ماشية في حالها كده. السيدة دي حظها حلو علشان في شاب جريء جدا جري على طول علشان يحميها من الكلاب الشرسة دي. تخيل تبقى بتصطاد في أمان الله، تلاقي تعبان حالف 100 يمين يعدي من عندك. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. مساء الخير، أنا ممكن أتعشى عندكم النهاردة؟ وروني بقى كده انتوا طبخين ايه النهاردة؟ يا نهار أبيض، كل ده أكل. الموضوع ده عادي جدا في استراليا، انك تلاقي عناكب في كل مكان، حتى لو هتلاقيه في البريد بتاعك. السواق ده عنده شجاعة رهيبة جدا علشان قاعد بيصور تعبان سام جدا وهو مش خايف خالص. تخيل نفسك تبقى لسه صلاة العيد ما خلصتش وتلاقي عجل هجم عليك. احلى حاجة عندنا في مصر لما بنشوف حد بيجري كلنا بنجري وراه، ما تعرفش ليه، تحسها ان حاجة معدية. وعندك واحد فحل جاموس دخل على الناس وهي بتصلي العيد. تخيل احساس الفحل ده وكمية الناس دي كلها بتجري وراه، هو ده الرعب الحقيقي.
مش قلتلكم ان موضوع الجري ده عندنا معدي؟ الناس دي كلها بتجري وراه، لا هتمسكه ولا نيلة، بس انا بجري معاهم وخلاص. الحمد لله ان العجل ده ما لمحش المحل اللي جنبه اللي كله ازاز في ازاز. تخيل نفسك تبقى نازل الشارع رايح السوبر ماركت وتلاقي الطور الهايج ده في وشك، هتعمل ايه اول ما تشوفه؟ الشخص ده محظوظ جدا ان ثور البايسون خبط عربيته خبطة بسيطة. انا من رأيي انك تاخد عربيتك وتجري بسرعة، لا يعملها فيك تاني بس اجمد شوية. الغوريلا كان زهقان، قال ياخد الراجل ده معاه للغابة علشان يلعب بيه، بس مش عارف هو سابه ليه على طول، يمكن شكله تقيل شوية. تخيل نفسك داخل بيتك عادي وبترن الجرس وفجأة يا نهار ابيض، التعبان كان هيقطع ودانه. عامل التوصيل ده صعب عليا جدا من اللي هيحصل له دلوقتي. يا عيني بيسلم الاوردر ومش واخد باله من الوحش اللي وراه. يا نهار ابيض، ده قطع الخلف اكيد. قوم يا ابني معلش. صاحبة القطة كانت بتلعب مع قطتها عادي وفجأة هجمتها بدون سبب، محدش فاهم هي هجمتها بالشراسة دي ليه. نداء لكل مربين القطط يفسروا لنا اللي حصل ده. هو الشخص ده ازاي عرف يتواصل مع القرد؟ دول فهموا بعض، خلي بالك بقى لا يحبسوك معاهم. هي الحيوانات بقى خلقها ضيق ليه كده؟ الغزالة هنا اكنها بتقول له خد بقى الصورة واخلص. لا كده شكل النهارده يوم النطح العالمي. الخروف ده مرمط بكرامة الواد ده الأرض، يا عيني مش سايبه في حاله وعمال كل شوية ينطح فيه. لا 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 لا، شكل الموضوع بينهم كبير خالص. الخروف ده مصمم انه يخلص عليه النهارده. يا نهار ابيض، اهرب يا ابني من هنا وانفد بجلدك، الجري نص الجدعنة. راكبين الدراجات دول شكلهم كده دخلوا منطقة غلط خالص. أنا نفسي أفهم هي ليه السمكة دي نطت من المية وهجمت عليهم؟ شكلهم كده كانوا عاملين إزعاج في المكان ولا إيه؟ بس الحمد لله صلحوها ورجعوها المية تاني. الو ولك الو. انتوا واخدين بالكم من اللي أنا شايفه؟ ولا أنا بس اللي شايفه ولا إيه؟ إيه الرعب ده؟ Run. الزرافة يا عيني أي حاجة قدامها بتشوفها بتاكلها، حتى لو كانت بنت صغيرة بتاكلها عادي. أنا عايزكم تركزوا في الفيديو ده قوي وتقولوا لي شفتوا إيه. آسف ضحكت عليكم، أنا مش هتخض لوحدي. هو أنت عملت إيه للامة دي علشان تجري وراك بالشكل ده؟ اللامة دي مصممة تهجم عليك، خد بالك دي عليها تفة بتوصل ل3 متر. لا اللامة دي جاية لك مخصوص، ده انت نهارك ابيض. الناس بتيجي الكافيه ده علشان الهدوء والاسترخاء. في ثواني الحصان عمل دخول مفاجئ وقلق راحتهم وطردهم بره الكافيه. الشاب ده كل شوية بيضايق الخنزير الصغير، راحت أمه علمته الأدب علشان يحترم نفسه وما يلمسش ابنها تاني. الأمومة عند الحيوانات أكتر مننا بكتير. الست دي وهي ماشية في حالها القرود غلست وهجمت عليها. أنا حاسس إن القرود هتحاربنا في يوم من الأيام وفيلم كوكب القرود هيتحقق. فرس النهر خلقه ضيق جدا، لما حد بيقرب من منطقة نفوذه. في كينيا السياح قربوا منه وجري وراهم على طول، ولو كان لحقهم كان عمل منهم بطاطس محمرة. فعلا زي ما بيقولوا خير تعمل شر تلقى. شوفوا السمكة دي عملت ايه. تبقى طالع الصبح بتجري في امان الله، تلاقي واحدة جنبك ماسكة كلب ومش مسيطرة عليه. بصراحة الشخص ده اتصرف بطريقة ذكية جدا. الكلب ده كان عايز يطول ايده بأي طريقة، الشخص ده بيحاول يلهيه لغاية ما صاحبته تيجي تمسكه، لكن صاحبته مش مسيطرة عليه خالص. وتاني تصرف عمله صح جدا، انه يطلع في مكان عالي ويبعد عنه لغاية ما صاحبته تاخده من المكان نهائي. فعلا موقف مرعب جدا.
ولو وصلت لهنا للأسف الفيديو كده خلص، وكان نفسي الفيديو ده يبقى أطول من كده بكتير علشان أحلى وقت هو اللي بقضيه معاكم. ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات ايه أكتر مقطع عجبكم في الفيديو، وتفجروا زر اللايك علشان مهم ليا جدا، وتشترك في القناة علشان تنضم لعيلتنا الجميلة. أشوفكم في فيديو جديد. سلاموس.